السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات شيوة الزهراء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي شونسون معمرين بالتفاح ولا كريم باتيسيير كيجيو معسلين بالمربى، وكذلك انا زينتهم بجوز الهند. ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، ولكن قبل ما نفوتوا للمقادير وطريقه التحضير عندي لكم طلب، وهو رجاء وليس امر. فقط انكم تشوفوا واحد جوج القنوات، انا من القنوات اللي كنتبعهم بزاف بزاف بزاف، وهما قناتين. اولا قناه عالمك سيدتي مع ام اشرف للاخت سلمى، هي قناه متنوعه، حلويات، مملحات، كل ما يخص البيت، كل ما يخص المراه بمعنى اصح. قناه روعه، وهي صديقتي وعزيزه على قلبي ورفيقه الدرب والمشوار. سلمى الكلام عليها ما غاديش نوفيه. وكذلك حسناء، قناه حسناء كل ما يهمك. هي فعلا حسناء بافعالها وتصرفاتها انسانه طيبه فوق المستوى، انسانه راقيه كل الرقي. نتمنى ان شاء الله ربي يكمل عليهم هما بجوج بالخير، وكذلك نتوما كنتمنى لكم انكم تدخلوا القنواتين ديالهم اللي غنحط لكم الرابطين ديالهم في خانه الوصف، وتشوفوهم وتشجعوهم وتشتركوا فيهم وتدعموهم، لان فعلا يستاهلوا الدعم وفعلا يستاهلوا انكم تشتركوا، ما غاديش تندموا عليهم. وغادي ندوزو ان شاء الله باذن الله للمقادير والطريقه ديال التحضير. يلا بينا فرجه ممتعه. اول شيء في المقادير غادي نحتاج هنا 200 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. ممكن تكون زبده مارغرين، ممكن تكون زبده ديال العبار اللي كتاكلوها اللي كان متواجد. كاس ديال ياغورت 110 غرام بنكهه الموز. عندي هنا 5 حتى 6 المعالق ديال السكر وكيس فانيلا، ديروا من الاحسن السكر حبيبات. وعندي كاس ديال الماء، فيه قليل من الزهر، ماء الزهر وبيضه و400 غرام ديال الدقيق. غندوزو بسم الله على بركه الله للطريقه. الدقيق اللي عندنا 400 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف له هذاك 5 المعالق ديال السكر وكيس د الفانيلا. من الاحسن انكم ديروا السكر حبيبات، انا غير سالى لي السكر وعجزت عاد نهبط وعاد نطلع، فخدمت بالمتواجد. فمن الاحسن انكم تعملوه السكر حبيبات. وكنضيف داك الياغورت بنكهه الموز، كيعطي لداك العجينه واحد المذاق روعه، داك الريحه د البنان يا سلام. المهم وكنزيد نبقى نغني انا من احسن سكوت. فكنزيد ديك الزبيده كنبقى ندخلها حتى كنرملها. هي هذيك، هانتوما كتشوفوا كيفاش كترمل، كتولي هكا. ومن بعد داك البيضه اللي عندي غادي نقسمها على جوج. البياض غادي نزيدو في العجينه، والصفر غادي نخليه باش غادي ندهن به هاد لي شونسون. طبعا هاد لي شونسون غادي نصوبوهم غير صغيورين كتيكيتين قطيطين، غير تحطيهم في اللسان يذوبوا صافي. حنا ما خصناش داكشي الكبير والفطائر، حنا غنصوبوا واحد الحاجات اللي صغيورين يجيو بحال لي كاطو ويجيو معسلين ويجيو ولدادين والعماره ديالهم تكون روعه. فكنزيد داك الماء اللي منكه بماء الزهر، وكنبقى نعجن العجينه ديالي. كنجمع غير باطراف الاصابع، ما يمكنليش انها تجيني العجينه رخوه، خصها تجيني شي شويه قاصحه متماسكه. كنغطيها وكنحطها في الثلاجه نصف ساعه انها ترتاح، ومن بعد ندوز ليها. دابا غندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا لا كريم باتيسيير. انا غادي نحط لكم المقادير اللي كنستعمل انا في لا كريم باتيسيير، واللي كيعرفها خلاص راه يدير الطريقه المعتاده عليها. وكذلك عندي هنا التفاح اللي قطعته قطع صغيرين. هنايا احتاجي تقريبا 4 تفاحات متوسطين ديال الحجم، قطعتهم قطع صغيرتين صغيرتين صغيرتين. وغادي نقبط النص ديال داك لا كريم باتيسيير باش ما نضيعهاش كلها، ربما نحتاجها كامله ربما ما نحتاجهاش كامله. فانا نقص منها النص باش انا ما احتاجيتهاش كامله، نوفر داك النص الثاني في الثلاجه ما يضيعليش. فكنوضع عليها هذاك التفاح كله، كنحاول انني نخلطها معاه بهذا الشكل هذا باش تمتزج العناصر كلها مع بعض. في حاله ما كانت لكم التفاح حلو فما تزيدوش السكر بزاف في لا كريم باتيسيير. كانت لكم التفاحه نص نص، زيدوا لا كريم باتيسيير فيها السكر باش يجي التفاح يجي معسل وما يجيكمش باسلين من الداخل. كما كتشوفوا انا كنمزج العناصر كلها مع بعض، وغادي نخليها على جنب. وغادي ندوز طبعا باش نوريكم الطريقه ديال تشكيل هاد لي شوسون ديالنا. طبعا كما قلت لكم العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت قطعت غير النص ديالها، فرضته على سطح العامل من بعد ما رشيته بالدقيق. واخا هي فيها الزبده، كنجيب قالب دائري سواء عندكم قطعه عندكم كاس اللي متواجد عندكم، غير هو يكون الحجم ديالو صغيور، لحقاش حنا بغينا نديروهم صغيورين يعطيونا المنظر ويجيو بحال هكا ديال لي غاطو بحال لي صابلي. يكون شي حاجه هكا باش كتكون صغيره بالنسبه للحلويات كتعطي واحد اللوغو وكذلك واحد المنظر روعه.
فكنستمر بديك الطريقه حتى كنكمل الاقراص كلها اللي عندي. ومن بعد كنجيب الحشوه كنوضعها في الوسط. الا كانت عندكم لاباغاي اللي خاصه بلي شوسون عملوها، ما كانش عندكم عملوه في حالي. صافي كندير هنايا القليل من الماء في الجوانب، وكنحاول انني نغلق بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل كما كتشوفوا. وغادي نزيد نضغط عليها بالفورشيط. يعني نتوما ما تصغروهمش بزاف، المهم ديروهم بحال داك القياس ديال الكاس ديال الشاي اللي حنا كنشربوه ديال العنبه. هذاك الدوره ديالو بركه غير باش يجيو معطيين في النظره. وداك الضغطه اللي ضغطت عليهم غير باش ما يتحلوليش، يبقى داك الماء يخليهم متماسكين. كنكمل كلشي اللي عندي كما كتشوفوا. ما كنخليهم لا يخمروا ولا والو، لان ما فيهم لا خميره الحلويات ولا خميره الفوريه. يعني كنجيب مجرد كنسالي الصوانيه ديالي اللي وضعت عليها ورق الزبده وستفتهم بهذه الطريقه هذه. كندهنهم بالبيض اللي مع قطره ديال الخل ومع شي شويه ديال الحليب. كندخلهم على حراره 180 درجه. من كنخرجهم هما هكاك سخان كنوضعهم مباشره في الكونفيتور اللي انايا كنت مسيحاه يعني على النار شويه، دوبته شويه على النار وكنوضعهم فيه وكنسقطرهم وكنوضع عليهم هاد جوز الهند باش كيعطيهم المنظر. فقط هذه زياده من عندي. التزيين يبقى عندكم كيف ما حبيتوا نتوما. نتمنى ان شاء الله حلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. لا عجبتكم الحلقه ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. شكرا لكم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.